الخروجة الرسمية لأيام الثلاث والأربع. أهلا بكم في كافيلينو. تجربة جديدة من تستاهل. احنا طلبنا كذا ايتم من المنيو، ما تيجوا نفرجكم على المكان على ما الاكل ينزل. يلا بينا. اول ما دخلنا فاجئنا حجم المكان وانه يناسب اي حد. المكان اوت دور وسط جنينه وقدامك سكرين كبيره مميزه جدا في الماتشات، وعندهم قاعده مغطاه جنبها كيدز اريا عشان تقعدوا وتتفرجوا على الماتشات براحتكم وانتم مطمنين على الاولاد. وكمان اندور في 3 قعدات مغطاه من العاديه لقعده رجال الاعمال والعائلات. اما المطبخ بتاعهم شامل جدا، طلبنا حاجات مختلفه، بيتزا، ريزوتو، لازانيا، وشكلهم كان وهم وهما بيتعملوا، وكان باين على الانجريدينتس انها فريش. المكان الصراحه واسع جدا وممكن ينفع يكون ديت نايت مختلفه او خروجه شبابيه او عائليه، بس طبعا المهم الاكل. تعالوا نشوف. ايوه بقى كده يا تيتو، أخيراً. صح كده صح. اكل بعد كل اللف ده اخيرا. لا بص، ايطاليان تيم. لا ومظبطه كده بقى بروشيتا كده مع بيتزا وريزوتو. بدأنا بالبروشيتا، حلوة قوي وهي سخنة. طعم الطماطم مع التوم وزيت الزيتون كان جامد قوي، بس ما بردت ما كانتش قد كده، فالحقوا كلها وهي سخنة. والصراحة ب 25 جنيه قيمة مقابل سعر جدا. بعد كده جربنا بيتزا الفريسكا، ثمنها 135 جنيه وفكرتها حلوة، الجبنة الرومي مع الجرجير والتركي المدخن. بس هم استخدموا جبنه رومي قديمه وما كانش باين اي طعم غيرها، ما عجبتناش خالص. اللازانيا ب 125 جنيه وحجمها الصراحه تشوفه تتخض، بس ما انبهرناش من طعمها. الجبنه فيها كتير بزياده قوي واللحمه طعمها مش قد كده، بس اللازانيا نفسها معمول حلو جدا. اخر حاجه جربنا ريزوتو بالجمبري ب 140 جنيه، ويعني مش عايز اقول لكم، من اول معلقه هادي سقف. معمول من شوربه السي فود، كل معلقه تحس انك على البحر. من احلى الريزوتوز وتستاهل تيجوا بس عشان تجربوها. انزل بالحلوه يا تيتو، مفيش احلى من كده. التحليه جبنا ام علي ب 55 جنيه عشان نفسنا فيها، بس جت عايمه في اللبن قوي، كانت محتاجه لبن اقل وتقعد في الفرن شويه كمان، بس طعمها لطيف. وجربنا اسبريسو نابولي ب 58 جنيه، عباره عن شوت اسبريسو وايس كريم وويبد كريم. طعمه ما كانش حلو خالص الصراحه، مع اني بحب القهوه، بس ما كانش باين غيرها، وسكر الايس كريم والويبد كريم ما عرفش يكسر طعمها. اخر حاجه بلو راجون ب 58 جنيه، عباره عن 7 مع سيرب ازرق وعصير عنب وبرتقال. طعمه حلو بس ما كانش فيه طعم عنب ولا برتقال. في الاخر ختمنا بالفرجه على ماتش الليفر، والصراحه تجربه ماتشات حقيقي تستاهل. يلا نقيم. يلا بينا. ارفع لي الحاجات دي يا تيتو. طيب تعالى نقيم بقى المكان بشكل عام. بص يا سيدي، القعده تحفه. انتوا طبعا يعني شفتوا المكان في الطول، المكان واسع جدا وكبير جدا وجميل. في تلفزيونات زي التلفزيون الشاشه الكبيره اللي ورانا دي مثلا. اختلاف كتير قوي في اي مكان انت ممكن تقعد فيه، سواء انت عايز تقعد اندور او اوت دور زي كده. كيدز اريا ممتازه، الاكل بشكل عام كان فوق الممتاز، ما عدا يمكن بس البيتزا ما كانتش قد كده. بس اوفر اول، ايه رايك في تجربه كافيلينو؟ تستاهل، بس دي كانت تجربتنا احنا. الاهم تجربتكم انتوا. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في تجربه كافيلينو، واكتبوا لي على الريزوتو، قولوا له رايكم في الريزوتو كان ايه، هل يستاهل ولا فركش يا تيتو.